من القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. مشاجرة بالرصاص أمام مخبز بالشرقية بسبب رغيف العيش. عبد الواحد السيد ينضم للوفد ويستعد لانتخابات مجلس الشعب. دراسة: المرأة تستمتع بعد سن 40. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. شهدت محافظة الشرقية مشاجرة بالشباشب بسبب رغيف الخبز أمام أحد المخابز. كما قام أحد الأشخاص في مخبز آخر بإحضار سلاح ناري وأطلق أعيرة نارية بسبب أسبقية الحصول على الرغيف. جاهزة؟ وقفت في الطابور في محافظة الشرقية. إيش معنى؟ قلت لهم الدخول بالأسبقية. سيبك من أسعار البهظة. إيش معنى؟ طب ما فيش حد يدلعني في المحافظة. رحت أجيب رغيفين وحارب. إيش معنى؟ ضربوني هناك بالشباش. يا رايح طابور العيش ترتاح. إيش معنى؟ الطابور تأديب وتهذيب وإصلاح. انضم عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك لحزب الوفد، وأكد أنه اتفق خلال جلسة مع مسؤوليه على أن يترشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ممثلا عن حزب الوفد. جاهزة؟ عبد الواحد هيلعب في الوفد. إيش معنى؟ هي كده من غير صد ولا رد. يمكن يبقى وزير ببساطة. إيش معنى؟ علشان يصد طلبات الإحاطة. زملكاوي في المجلس مع الوحوش. إيش معنى؟ هيقدم استجواب ليه؟ ما بيكسبوش. أثبتت دراسة تمت من قبل أكاديميين في جامعة تكساس مؤخرا استمتاع المرأة بممارسة الحب وهي في سن 30 وأوائل 40 أكثر من استمتاعها في سنوات الشباب، حيث ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أمس تأكيد الباحثين على أن رد الفعل الغريزي عند النساء بعد توقف مرحلة الإنجاب وانخفاض الخصوبة هو زيادة الشهية. جاهزة؟ بعد 40 تزيد الشهية. إيش معنى؟ ملهاش علاقة بيا يا ولية. الخبر ده دوخني وده. إيش معنى؟ يا ترى متطبق على الفراخ؟ دي دراسة ملعونة وخلتها خل. إيش معنى؟ طب نقضيها بوس وبعدين يمكن تتحل. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها. مشاجرة بالرصاص أمام مخبز بالشرقية بسبب رغيف العيش. عبد الواحد السيد ينضم للوفد ويستعد لانتخابات مجلس الشعب. دراسة: المرأة تستمتع بعد سن 40. يحفظكم الله في رعايته وإلى اللقاء.